كان بابا الله يرحمه عنده دايما الكونسبت بتاع الاستدامه، وانا اتعلمت منه الحته دي. كان دايما لما حد يجي يطلب منه مساعده كان دايما يدور الشخص ده يشتغل ازاي ويكسب ازاي يلاقي فلوس كل شهر يقدر يعيش حياه كريمه بيها. لما كان حد من التجار الصغيرين بيعوز منه بضاعه يبدا بيها ما كانش بيبخل ابدا، كان يديله بضاعه لحد ما يقوم المحل بتاعه. لما كان حد من التجار الصغيرين يعوز يخليه يكلم حد من التجار التانيين يضمنه ويديله بضاعه لحد ما يقوم شغله ويتاجر وينجح كان بيعمل كده. لكن كان دايما الكونسبت بتاع الاستدامه هو اللي موجود، ان الشخص ده لازم يشتغل ويكمل في شغله ويكسب ويقدر يصرف على نفسه وعلى اهل بيته. كانت فكره المساعده عنده مش بالفلوس قد ما ان هي كانت بان الشخص اللي قدامه يستفيد بعمل يدر عليه دخل ثابت كل شهر. فكره الاستدامه وان انت تكون حريص على ان انفاقك ما يكونش بس لسد جوع مؤقت من اجمل الافكار اللي انت ممكن تعملها في حياتك وتاخد بيها ثواب عظيم.